والله العيد الصراحة ولا أروع، الحمد لله كنا في عمل خيري وذبحنا تقريبا 8 ثيران وزعناها على المحتاجين في ماليزيا، فالحمد لله حسينا بأجواء العيد. طبعا احنا كنا متعودين نذبح ذبايح الخرفان، بس هذا العيد أول مرة ذبحنا ثيران، فالحمد لله. والله قضيته هنا مع الشباب كده، كان يعني صراحة تجربة جديدة لأنه كنا صراحة أول سنة ليا في ماليزيا، فكان فرق كبير جدا عن صراحة الأعياد اللي أنا حضرتها، وكان عيد مميز قضيته في بوتراجاية الصراحة. في العيد والله خرجنا رحنا مسجد بوتراجاية، سوينا هناك احتفالية صغيرة استضفنا فيها الأطفال خارجين من المسجد، فعلنا لهم كذا بعض الألعاب والمسابقات. برنامج كان برعاية وامي منظمة مؤسسة هنا في ماليزيا. استمرينا حتى الظهر وبعدين رجعنا في الظهر وجلسنا مع زملائنا جلسة عيدية. طبعا في الوقفة كنت سهران لحد صلاة العيد كالعادة، رحنا صلينا أنا والشباب، بعدين رحنا على مامك. بالعافية طبعا لقينا مامك مفتوح أنا والأخ بسبب طبعا كل حاجة كانت مقفولة. بس خلصنا أكل وكل واحد روح نام، حرفيا قضيناها نوم بتاع 8 ساعات، أكتر من 8 ساعات ولا حاجة، مع إننا كنا متفقين إن احنا نخرج بس فكست يعني. كان حلو مع الشباب، وكنا قاعدين كلنا في بيت واحد وعملنا فطور مع بعض، وكانت كذا كنا عشان في ماليزيا والغربة، فكان ما في غربة مع الأصحاب والأصدقاء وكذا، فكانت الأمور حلوة جدا في العيد. بس عيدنا هنا عيد حلو وغنينا ورقصنا. والله صراحة في العيد عملنا نشاطات كثيرة جدا، ونحن من دولة نشاط كان في عندنا نشاطات مختلفة، وسافرنا كله كمجموعة مع بعض واحتفلنا في العيد. الحمد لله استمر تقريبا لمدة يومين كده العيد معانا، وكان من أجل العيد صراحة. ما كنتش موجود في ماليزيا، كنت موجود بالسعودية مع الأهل طبعا، طلعات ودخلات وسفرة. في يوم العيد أنا مشيت مع لخالتي وأكلنا لحمة ورز وكسرة وملاح، وصراحة شربنا يعني كركديه وحلمر، وصراحة يوم عيد لا يقارن، اللهم لك الحمد. أيوة العيدية ما شاء الله من العادات كانت ممتعة، لكن في ماليزيا صراحة ما في ناس تحط في العيدية كده. لا عيدية، احنا كبرنا العيدية. العيدية للصغار، احنا نجيب عيدية. طبعا خدت عيدية من أهلي حولوا لي. خدت عيدية والحمد لله. الحمد لله. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.